بسم الله الرحمن الرحيم. من معبد حتشبسوت، والتسجيل ده تسجيل جميل جدا، يا ريت تتابعوني للآخر. بصوا حضراتكم، وده الأسماك المختلفة في البحر الأحمر. والملكة حتشبسوت أرسلت بعثة تجارية لبلاد بونت. من المعتقد أن بلاد بونت اللي هي الصومال الحالية. طبعا هنا ادي اللي هو المبعوثين الجنود المصريين، واحد منهم ماسك الفاس اللي هو ايه، الفاس القتال اهو ماشي. وده بابا نحسي اللي هو ايه، الامباسادور بقى ايه، الرئيس اللي هو ايه الجيش. فهنا بيقدم بعض الحلي من حتشبسوت، اللي الراجل ده اسمه باري هو رافع ايديه لفوق، بيقول له مرحبا يا بابا نحسي، انت جاي لبلاد الصومال عايز ايه؟ قال له انا عايز حنه، عايز ورق الحنه. ادي ورق الحنه اهو، ادي الحنه. وعايز عايز اشجار البخور نزرعها هنا في مصر، لانه قبل حتشبسوت كان الناس تروح تجيب من هناك ورق الايه، البخور كان مميز جدا عند الفراعنه، عند اجدادنا المصريين القدماء. كانوا يحرقوه قدام المعابد والمقابر، وكان له وظيفه جميله جدا. الراجل ده اسمه ايه، باري هو. بيقول له خلاص يا نحسي اهو، ادي الحنه اهو، متشكرين يا عم بالهدايا بتاعت حتشبسوت اهو، في مقابل هدايا حتشبسوت انا مديك اهو الحنه اهو، وهديك كمان عشان ايه، تاخد اللي هو شجر البخور في الباسكت عشان تزرعوه في مصر. فهنا باري هو ايه، بيعمل له ايه على كتفه، على صدره، بيقول له ايه، متشكرين، يعني حاطط ايده على قلبه، بيقول له شكرا على الهدايا يا عم، شكرا يا عم، شكرا على الهدايا اللي جبتها. طيب الحته بتاعتنا النهارده ايه بقى؟ باري هو شاف الراجل ده بيقول شكرا وحاطط ايده على صدره، على ايه، على قلبه. طب عاوز يرد عليه، ترد عليه ازاي يا عبد الودود؟ ترد عليه ازاي ترد ازاي عليه يا عبد الودود؟ قال له ده انتوا لحم كتافي من خيركم. بص الراجل ماسك دراعه ازاي، بيقول له انا لحم كتافي، بص ماسك دراعه، هو بيرد له بيقول له يو ار ويلكم، يعني كده بتاعتنا بالانجلش، العفو يعني. الراجل بيقول له متشكرين، حاطط يده على قلبه. هنا بيقول له العفو. فهو ومراته، ادي الست بتاعته، حاطين ايديهم على ايه، على دراعهم، يعني بيقولوا له ايه، ده انتوا لحم كتافنا من خيركم. اللحم كتافنا هنا في الصومال من خير مصر، ماشي معايا؟ يعني احنا المقولة دلوقتي لما نقول لحم كتافك من غير لحم كتافي من خيرك، ده معناها من الهدايا بتاعتكم من مصر، فلحم كتافنا من هدايا المصرية. وادي عندنا حمار صغير اهو، وعندنا جملة باللغة المصرية القديمة. فالراجل حاطط ايده على ايه، على ظهر الحمار، اعزكم الله اهو. الحمار راح فين؟ او الحمار. فهو ايه، حظ بيقول ايه، عائف كات حمت اف اهو الحمار. لا مؤاخذة. عائف كات حمت اف اهو، يعني ايه، حماره اللي شايل حمت اف، يعني مراته. اشوف كفة ايد الراجل اهو، عشان لما تيجي تشرح هنا تبقى عندك المعلومة. كفة ايد الراجل. الاربع نسخ دول تقليد، النسخ الاصلية حاليا في المتحف المصري القاهرة. وادي بيوت الصومال اهو، البيوت الصومال كانت مرفوعة على أعمدة، لأن هم كانوا، معلش يا فاسمة، لأنه هنا كانوا بيوتهم في مستنقعات، فكان يطلعوا على سلالم من الخشب، كان يطلعوا على إيه، على سلالم من الخشب. وآدي أهو، بص كده كل الأسماك الموجودة في البحر الأحمر. وآدي رحلة بلاد بونت، لكن تحتمس الثالث للأسف كسر لنا المناظر بتاعت حتشبسوت. وفوق الصف العلوي ده الرحلة في أثناء العودة من بلاد بونت إلى مصر الحبيبة. شكرا جزيلا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، من الفقيد لله جمال سعد.